الرحيم. النهارده اول حلقه في برنامجنا مواقف كوميديه. هنتكلم على مواقف مصريه غريبه جدا. 4 مواقف بتضايقني انا شخصيا وبتضايق ناس كتير، وفي مواقف كتير، بس انا يعني ال4 دول انا متشدد لهم. اول حاجه اللي هي الشعب المصري او اي حد في الشعب المصري لما بيجي يشرب كوبايه شاي، مثلا كوبايه شاي معناها ايه؟ لما بيجي يشرب كوبايه شاي بيعمل اصوات غريبه. ليه ما تشربش كويس؟ يعني مثلا ايه وايه دي، يعني اصوات تدل على البيئه الزباله. سوري بجد. يعني لما تشربش الشاي في صوت عادي كده، ايه اللي هيحصل؟ مثلا ما هتتكيف من الشاي ما يكون له صوت؟ يا ابني يا حبيبي حاول غير نفسك. انت انسان كبير، انت راجل، انت محترم. بلاش الاصوات ده. انت لو قاعد في وسط ناس حاجه زباله جدا. ومثلا الحاجة التانية يا جماعة، ليه اما بتخبط على باب بيت حد صاحبك قرايبك، اما بتخبط اللي جوه بيقول مين؟ انت تقول انا. طب انا ده انت اسمك انا؟ ليه ما بتقولش اسمك؟ وسبحان الله اللي جوه بيروح فاتح. يعني شفت الغباء واصل من الاتنين. ليه ما تقولش انا محمد وتروح فاتح والتاني يروح فاتح؟ هو اما يقول انا يبقى ده عرفك. يا حبيبي قول اسمك، اسمك جميل، محمد، احمد، اي حاجه. قول اسمك حلو. حاولوا غيروا من نفسكم في الموقف ده، لان موقف فعلا بيضايقني. انا لما حد بيخبط عليا ويقول لي انا ما بفتحش له، ممكن ما ردش اصلا. الموقف التالت، والموقف ده حصل لي انا شخصيا، انا واصحابي في جامعه رايحين قاعدين في الكافيتيريا. ليه الناس بتاكل لبان تلزقه تحت الكرسي او في الترابيزه؟ ليه الوساخه دي؟ سوري في اللفظ. يعني ليه ما تشيلش مثلا لبانه وترميها في سله الزباله في حاجه كده؟ ليه كيس ترميه في الارض؟ ليه ما بترموش مثلا في سله الزباله؟ ما هو كده يدل على الوساخه. وسوري، حاولوا برضو غيروا من نفسكم في دي. النظافه كويسه وتدل على التربيه، تدل على التربيه والبيئه اللي انت جاي منها. رابع حاجه، وحاجه بتضايقني جدا، اما بتدخل حمام مثلا جامعه، حمام مطعم، حاجه مقرفه جدا. يعني الحمام صغير والقعده في النص. ليه ما بتعمل حمام ما بتنشلش في القعده؟ اهو غزي بقى اللي ما بينشلش في القعده دي. عاجبك ايه في السيراميك تقعد تعمل في السيراميك كده؟ ليه يعني؟ سوري بجد. موقف يرخم، بيخلي فيه ريحه مقرفه جدا. ممكن الريحه دي تخرج بره في المكان اللي الناس بتقعد فيه. حاجه زباله يا جماعه، كده غلط. في طبعا مواقف تانية كتير جدا، بس حاولوا غيروا من نفسكم. كده غلط يا شعب يا مصري، يا شعب يا مصري، كده غلط. وده اول حلقه، وانتظرونا جميع الحلقات في مواقف. والطلب اللي انا هطلبه منكم شير، وفرجوا اصحابكم، وفرجوا اي حد تعرفوه، يمكن ده يساعدني ان انا اعمل حلقات احسن. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.